صباح الخير عليكم أخواتي، كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال وفي صحة جيدة وراحة البال، ومبروك عواشركم وعيدكم مبارك سعيد مسبقا. اليوم غادي نتشارك معكم غريبة البهلة. الصراحة هاد المعسلات وجدتهم ولكن ما سجلتهمش، حتى هما غادي نتشارك معكم المقادير ديالهم. بقاو معايا لاخر الفيديو. هنايا عندي 125 غرام ديال الزبدة ومعلقة ديال السمن كبيرة، لأن السمن باقي ما عنديش مجهد، بقي يلاه قاديته. عندي معلقه ديال صغيره ديال السمن ديال الملح عفوا. عندي كاس ديال الزيت، كاس لارب ديال السكر كلاصي، كاس لارب الزنجله لان ملي كيطحن كيولي كاس عامر. عندي كاس ديال اللوز، وعندي هنايا جوج خنيشات ديال الخميره من فئه 21 غرام، غادي ناخذ منهم وحده ونص. وعندي نص كيس ديال منسم زهر الليمون. هنا غادي ندوز نطحن المقادير ديالي، نطحن اللوز والجنجلان. بالنسبه للغريبه البهله، الا ما درتوش فيها اللوز والجنجلان ما كتجيش مزيانه بزاف. من الاحسن تدخلوا فيها هاد العناصر هادو، كتجي رائعه وكتجي مع هنايا طحنت حتى الزنجلان، ثم ضفت معلقه ديال السمن الحار، معلقه الملحه والسكر كلاصي، ثم غنضيف منسم زهرة البرتقال والزيت. وغادي نبدا ندلك هاد المقادير كامله حتى تولي بحال الكريمه، حتى تدخل في بعضياتها. غادي نضيف هنايا الدقيق، ضفت هنا 600 غرام ديال الدقيق، ثم غادي نضيف 100 غرام اخرى لان بقات لي العجينه شويه مطلوقه. المهم هنا دخلت لي 700 غرام ديال الدقيق. غادي نضيف الخميره في الاخير، وغادي نجمع العجين ديالي كيف ما كتشوفوا. غنبقى ندلكو مزيان لان كاين اللي كيدير واحد الطريقه اخرى كيحكى في الحكاكه د مطيشه. انا درت هاد الطريقه سهله وعمليه. غادي ندلكها مزيان وغادي نخليها ترتاح لمده ساعه، وغادي نرجع معاكم نكوروها وندخلوها الفران. بعد ما دازت ساعه وارتاحت العجين ديالنا، هنا كنكور على هذا الشكل هذا. انا ما بغيتش ندير الميزان، عيني ميزاني بلا ما نبقى عاد. المهم الحبات يكونوا متساويين، ما كتجيش وحده كبيره على وحده. مع هاد الطريقه هذه ديال التكوار كيف ما كنكورها، غنوريكم واحد السر اللي غيخليها كتشقق بسرعه. غير تدخلوها للفران غادي تبدا تشقق وكتنجح معكم مريبه. غادي ناخذ الغريبه ديالي وغادي نبدا نقلبها على الجهه الثانيه. هذا هو السر اللي يخلي غريبه تشقق. ثم غادي ندخلها للفران، نكون مشعله على درجه حراره 160 عفوا. غنشعلو ونخلي 180، وغادي منين ندخلها غنقص ل 160. غادي نديرها الفوق حتى طيب،
ثم غادي نهبطها غير شي شويه لتحت، شي 5 دقائق تاخد اللون ديالها ونخرجها. هنا كنكور الصينيه الثانيه حتى هي نفس الطريقه غادي نقلبها. وهنايا الغريبه ديالي كيف ما كتشوفوا كتجي مشقه، كتجي رائعه. وهاد المعسلات هادو صوبتهم ولكن ما سجلتهمش لان ما كانش معايا الوقت. هذه درت فيها المسكه الحره ومعلقه الزبده والخل والدقيق. وبالنسبه لهذه عجنتها بعجينه عاديه بالملحه وشويه الزهر والدقيق ودرت لها عجين ديال التريد وبرمتها على شكل مائل وقطعتها وقليتها وطفيتها في العسل. كيجيو رائعين حتى هما كيعمروا الميده ديال العيد. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي لذيذ بزاف ومقرمش. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. شفتوا الغريبه هنايا راه طايبه من الداخل وفتيه، كتجي فتيه كديرها في الفم كتذوب. الا تبعتوها الطريقه راه غتجيكم كيف ما بغيتو، غادي تفلح وغتجي طريه من الداخل ما غتجيش قاصحه. مع السلامه اخواتي، دمتم في حفظ الله.